في هذا الفيديو غادي نعاود لكم واحد القصة تحت عنوان كما تدين تدان. أوساكا. السلام، معكم أوساكا. كنتمنى انكم تكونوا بخير، عائلاتكم يكونوا بخير، تكونوا كدوزوا وقيته زوينه في خدمتكم، في قرايتكم، في اي حاجه كديروها. اذا غادي نبداو الكونسيبت ديالنا الجديد اللي هو عباره عن قصص عندها واحد العبره، وغادي تكون هذه هي اول حلقه لينا. اذا نبداو القصه ديالنا. سميتي عمر، تزاديت في واحد العائله ميسوره. بابا كان تاجر اعمال كبير وعنده قيمته ما بين الناس. من نهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا. نهار درت 6 سنين دخلوني والديا المدرسه، وبابا دخلني في مدرسه عموميه حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا الكبير قراو في مدرسه خصوصيه، وملي كبر ما كانش كيقدر يدير علاقات مع اي ناس، يعني ماشي اجتماعي. الشيء اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا. ملي دخلت المدرسه ما نكذبش عليكم، والله يغفر ليا كنت كيتسحب ليا راسي شي حاجه. المهم التلاميذ اللي كانوا معايا الطبقات الاجتماعيه ديالهم كتختلف ما بين الناس اللي لاباس عليهم واللي متوسطين، وواحد معانا كان سميتو منير. هاد منير هذا كان مقطع لاخر درجه، عمرو ما لبس لباس في بلاصتو، كان ديما كيلبس في واحد السروال مقطع من القدام، سوا الشتا سوا الصيف الربيع ولا الخريف، وشي صباط البلاستيك. وكنت كنضحك عليه بطريقه باسله، وديما كنطيح له شي هضره كتنقص من قيمته، اما هو كيشوف فيا وكيبدا يبكي وكيمشي في حاله، وكنبداو نضحكوا عليه انا وصحابي. كان ديما جالس اللور وقراي بزاف، كنا كنلقبوه بالخواف حيت الحاجه اللي قالها الاستاذ كينفذها. المهم انا عمرني عقلت سميتو بسميتو، كنت ديما كنسميه الخواف. واحد المره سولته بالبساله علاش انت خواف، شاف فيا ومشى وما جاوبنيش. المهم الابتدائي كامله وانا كنشوفه، مره كنجيو في نفس القسم ومره لا، ولكن طريقتي في التعامل معاه ما تبدلاتش. وبمجرد ما سالينا الابتدائي ما بقيتش شفتو. سمعت باللي تسجل في اعدادي ماشي اللي تسجلنا فيها حنايا. داز على هادشي 30 سنه، يعني على الصف الاول ديال الابتدائي، وانا في عمري اليوم 36. بابا هادي 15 سنه باش توفى الله يرحمه، كانت عندي 21 سنه. والنهار مشى سبحان الله رزقو مشى معاه. بقينا غارقين في الكريدي انا وخويا وماما، حتى وسائل النقل المختلفه اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي انا عمرني قريت بحال الناس، حيت ديما كنت كنقول بابا بابا. وصلت للباك وما درت حتى مجهود، واكيد ما نجحتش، وقررت ننسحب ونوقف الدراسه وانا في عمري 18 سنه. ايوا واش نديرو؟ جمعت شويه ديال الفلوس وبديت كنبيع في الحوت، كل نهار كيفاش، مره هكا مره هكا. المهم قررت نجمع راسي ونتزوج، واخا الله غالب. المهم ندي شي بنت الناس تكون درويشه تجمعني وتساند الوالده في محاين الزمان. تزوجت بواحد جارتنا في 25 سنه، وجبت معاها 2 وليدات. ولدي الكبير سميتو انوار. ملي دخلتو الابتدائي طبقت المقوله كما تدين تدان، حيت صحابو كانوا كيضحكوا عليه حيت ما كانش كيشري الحلوى بزاف والادوات بزاف. مهم هادو شي دراري 2 خوت و2 ولاد عمهم من عائله برجوازيه، واخا كانوا صغار كانوا بحال الجنون. ملي كان ولدي كيجي كيبكي كنت كنتفكر منير، كنت كنشوفو بين عينيا، وكنت كنلوم راسي حيت انا السبب في هادشي اللي كيطرى لولدي. عاد فهمت احساس منير وعلاش كان كيبكي، حيت انه تحس بالنقص وبالعجز، شي حاجه صعيبه بزاف. تمنيت الزمن يرجع اللور، نطلب منه السماحه ونرد ليه الاعتبار. المهم واحد المره جا ولدي انور كيبكي كالعاده، هادشي خلاني نفكر نمشي نهضر مع الاستاذ. مشيت لغد ليه، الا انه تعطلت لقيتهم خارجين والاستاذ مشى ورالي ولدي هادوك الولاد. مشيت عندهم هضرت معاهم بطريقه مؤدبه، ولكن في نفس الوقت كتحمل انذار انه ما يبقاوش يعاودوا يقولوا ليه شي حاجه. غدا في الصباح كالعاده فقت في الصباح بكري نمشي نجيب الحوت اللي نبيع. خرجت وهما يتلقاو لي واحد 2 من عائلات هادوك الولاد، تهموني باللي خلعت ولدهم وشبعوني ضرب لدرجه داروا لي عاهه. يعني ما نقدرش نتحرك باقي على رجليا، يعني ما نقدرش نخدم، وخاصني نرتاح لمده سنه. رفعت عليهم دعوه
ولكن كنت في كل مرة كنفكر نتراجع، حيت أنا كنتعامل مع ناس لاباس عليهم، أكيد عندهم معارف صحيحة، أما أنا ملحوت شنو نجيب من هاد المحاكم. كنت باغي نتراجع، ولكن مراتي قالت لي غيقولوا عليك جبان، خليك متمسك في الدعوة، واللي كتبت غادي تكون. وصلت تاريخ الجلسة، مشيت أنا وعائلتي، دخلت وتقابلت معاهم، وأنا كنحس بنقص كبير، حيت كنت ضعيف بزاف، من غير الله ما عندي حد، والفلوس اللي كيهضروا في هاد الزمان. بعد ما طرح علينا القاضي مجموعة من الأسئلة، وبعد ما سمع الشهود وغير ذلك من الإجراءات، صدر الحكم ديالو. اللي هو الحبس للمعتدين 3 شهور، وأنهم يعوضوني بواحد المبلغ. الحمد لله قدرت نشري به دراجة نارية تعاوني في خدمتي، بدل ما نتمشى على رجلي. وأكيد هادشي ملي نتشافى فرحت بزاف بالإنصاف من طرف المحكمة، حيت الإحساس بالنقص مشى. عرفت بلي الحق هو الحق، وبلي واخا ما عنديش فلوس أنا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت بلي الفلوس عمرهم ما كانوا معيار الإنسانية والخير، ولكن للأسف تأخرت. جرحت قلوب بزاف د الناس، خاصة منير اللي بكيتو بزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي دايرين بيا، شفت عائلة هذوك الناس كيدابزوا مع المحامي وما رضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى برا، قلت نسول القاضي على جميع ما يخص الحق ديالي في التعويض. ملي خرج مشيت عنده وطرحت عليه بزاف د الأسئلة اللي كتعلق بالتعويض، وجاوبني وخديت منه معلومات. وملي كنت غادي نمشي عيط ليا وقال لي السي عمر، ودورت عنده وجهي وقال لي بقى جواب واحد مازال ما قلتو لك، هو أنني خواف، حيت كنت كنخاف من الله، وهادشي اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. بلا شك عرفتوا القاضي شكون. كانت هذه القصة ديالنا، وكنتمنى انها تكون عجباتكم وتكونوا فهمتوا العبرة ديالها. كما تدين تدان. ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.